مجاهدين تقدم بسم الله بأمر الله مجاهد. الفترة هاي خصوصا لما يصير حدث سواء فلسطين او ليبيا او العراق معين، هواية يطلعون عندنا اللي هم المشاهير البعبوصيين. يعني مثلا هذا يريد يحرر فلسطين بالتيك توك. شنو مجاهدين؟ يعني انت مثلا قائد المجاهدين، يعني انت قائد ومجاهدين، يعني شي مو منطقي. واحسه فد لواقة وسخافة. يعني ترى انت مبين شخص يعني يدور مشاهدات ويدور طشة، لان الموضوع ترند فالناس تبحث عن الاخبار، فيطلع لك هيك واحد املط يعني يقول لك انا اريد اطش يعني واركب الموجة وامين تصير وطني وابيع وطنيات. بس السؤال علي من تجاهد؟ يعني انت بالتيك توك علي من تجاهد؟ بحب إسرائيل بحب إسرائيل، تكون متدمرة تكون مستعمرة. يعني عود منتظر منه هذا اللي ما اعرف اسمه، وائل هو تكتيكوري، عود انه بحب اسرائيل واحنا نقول لا. واو انت ليش تحب؟ انت مهم يعني احس انه كل ما تزداد تفاهة بالتيك توك كل ما تزداد شهرة. يعني انت الشخصية كل ما تصير تافهة الناس تحب تتابعها، جوز تحب حابة تضحك عليه. يعني هو هذا شخصية تافهة من الشخصيات التافهة اللي اشوفها دائما على التيك توك. طبعا انا ما ادور عليه، هو يطلع لي دائما. مرة يحب فلانة انه بيحكي بعرضها والسبب عرضها، انه بيروح يحب فلانة والسبب عرضها. مراهقين زعاطيط، ما عنده تفكير. خلاص انه هو حتى هذا هسه يعني انتم تتوقعون هذا يحب فلسطين او يحب؟ لا، هذا يحب مجرد يحب المشاهدات، يحب الطشة، يحب الفلوس. فاكيد انه لازم تكثر هاي النوعية من الفيديوهات حتى تكثر مشاهداتهم، باعتبار هم متضامنين. يعني انت هسه شنو الاهمية، شنو الانجاز اللي محققه بحياتك كصانع محتوى؟ هو مو صانع محتوى، هو تيكتوكوري. التيكتوكوري محتواهم صدق شنو محتواهم التيكتوكورية؟ ما اعرف يعني شو يقدم. هو شنو محتواه؟ يرقص على اغاني و- ويقلد اصوات او يتعارك ويا فلان ويحكي على فلان فقط. هذا اعتقد محتواهم. وحتى تشوفون يعني حتى باللحظة اللي يريد يدعم بيها شعب يطلع يرقص بحب اسرائيل ويتمرقص، يعني مسوي حركة الشنوفة بحلقة ويهز يعني حركة الشنوفة ويهز. يعني شخصية هو شواربه ما مكتملة بعد. ابن الشعب جاي يموت، يعني الفلسطينيين جاي يموتون وانت تسوي هاي الحركات. ما يصير السب انه بس، يعني ما يصير لا تسوي هاي الحركات. يعني شكلك مقزز جدا وانت مسوي حركة الشنوفة وانت متضامن مع الفلسطينيين او لا. ما اعرف اذا بهاي طريقة تضامن صحيحة، بس هاي مو تضامن. هذا كلام خار اسمك. لا، اللي بعده. واكو موديل قاتل همينه يطلع بالازمات، اللي هو موديل انه يطلع واحد حاط علم اسرائيل وثاني حاط علم فلسطين، واثنيناتهم يصارعون. طبعا هم اثنيناتهم انه اصدقاء متفقين بيناتهم، والناس الاغبياء تدعم. اكو هواي اغبياء وتلقى مثلا 1000 2000 3000 4000 غبي قاعدين يدعمون، وهو يقول هيا لتنتصر فلسطين. ابن القندرة شنو تنتصر؟ يعني دزيت لأسد تنصر كلب ابن الكلب. شو عليها فلسطين بيك؟ انت واحد كلب ابن كلب جاي يستغل الأزمة ويستغل الناس ويستغل هاي مشاعر الناس حتى يربح يعبي بجيوبه. وهذا النوع اعتبره أسقط وأخبث وأقذر نوع يمر بتاريخ الأزمات، يعني خصوصا أزمة فلسطين. يعني
شو عليها فلسطين بيك؟ على اي اساس انت من تجي انت تتابعه وانت الزمان تتابعه وتعطي نصرا للقضيه الفلسطينيه؟ شو عليها القضيه الفلسطينيه؟ هو جاي يربح فلوس، خصوصا اذا هو بالغالب اللي يسوون هالحركه الاتراك. يعني انت تركي شلون هذا التركي راح ينصر القضيه الفلسطينيه؟ ماكو ربط. يعني الفلسطينيين ترى ما مسالين. خلينا نقول اذا هو يريد يعطيهم فلوس او يعطيهم فد شيء، الفلسطينيين مسالين العالم على فلوس. ماكو فلسطيني صاحب عزه وكرامه. يعني ما اعتقد اكو فلسطينيين يقول لهم يلا تعالوا اعطوني فلوس احتاج فلوس او شاحتين. الفلسطينيين يحتاجون يعيشون بسلام، يحتاجون يعيشون حالهم حال اي دوله بالعالم. يعني يقدر يسافر، عنده مطار، يقدر يطلع، حق التعليم، حق المستشفيات، عيشه كريمه مو بسجن. هذا اللي طلبه الفلسطيني. ما طالب من واحد تناحه بعبوصي انه يدعمهم بالتيك توك وياخذ فلوس. هذا نفاق، يعني نفاق ما ينوصف. لا، والموضة الثانية اللي هي شنو؟ والله مشاهير يدعمون إسرائيل أو يدعمون فلسطين. أول شيء هي القضية العادلة ما تحتاج مشهور يعني يدعمها. ما يحتاج انه والله فلان مشهور او فلان. هي قضية عادلة، يعني هي تهم الشعب. يدعم شيء حلو يعني نوضح للناس، بس أنا قضيتي ما تزداد فخر أو تزداد عدالة إذا شخصية مشهورة دعمتها أو ما دعمتها، لأن هي أوردي إنه قضيتي هي عادلة. خصوصا إذا نحكي عن القضية الفلسطينية. أكيد يعني شعب جاي ينظلم وجاي يتعرض للاحتلال والظلم والتهجير والقتل كل يوم وكل ساعة، وحتى بهاي الدقيقة اللي أنا جاي أحكي وياكم بيها. فاعتبر هذا أيضا الموضوع موضوع إنه موضوع لواقة. جاي أحس يعني اللي أحسه بصورة عامة من أقرأ تعليقات الناس، أكو جهل لا يوصف، جهل مرعب. يعني أحس عقلي يريد ينفجر من حجم الجهل. والله فلان دعمنا، واو. يعني أنت إذا هذا ما دعمك يعني شنو قضيتك باطلة؟ أكو مقولة للإمام علي دائما أنه استشهد بيها، يقول ولا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه. قضية فلسطين انه سواء سلكها 1 أو مليار بني آدم راح تبقى هي قضية بالنسبة لنا، يعني احنا اللي نؤمن بها هي قضية عادلة قولا واحدا. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك الشعب الفلسطيني شعب حي، شعب قوي. يعني شفتوها بيدها تكسر وتدمر، رغم ذلك أخذتهم. واو، واحد ما يعرف يحكي صراحة، الواحد ما يعرف يحكي. ورب أحلى تحية للعرب كلهم، تمام؟ أحلى تحية للعرب كلهم، ونقتل الفتنة من بدايتها ولا نجعل للفتنة مكان. أحلى تحية لجميع العرب، ولكن العراق شوفوا القومة هذه الجميلة يوم جمعة أمس وهم قاعد يصلون صلاة الجمعة ودعائهم لإخواننا وأشقائنا لفلسطين. طبعا كل الدول العربية سوت نفس الشيء على راسنا من فوق، بس العراق أخي عراق شنو هذا؟ شنو هواك الجمهور؟ أحبكم هواية ولا قلب وين؟ والله العظيم دايما اقول ممكن اقوى جمهور واقوى جيش يمر عليك هو الجيش العراقي، هم اهل العراق. انتم شوفوا الاعداد الهائله اللي بالصوره هذه، فوق 1,000,000 شخص. هذول ناس من اعظم الجماهير اللي ممكن تمر عليك هي الجماهير العراقيه. ادخل على اي صانع محتوى تلقى اغلب متابعينا من العراق. يا عمي انا متابعيني 60% من العراق. في الصوره هذه العراقيين مسوين مظاهرات لاجل فلسطين. يعني هو شوف، هو شيء حلو انه الانسان يحمد بينا. انا كعراقي اشعر بالفخر، اشعر بالفخر مو لان هو جاي يحمد بينا، لا. يعني هو ما يقيمني بالاخير. هذا الشخص اللي ما اعرف شو اسمه هو ما راح يقيمني، ولكن اشعر بالفخر انا يعني كعراقي على الشعب العراقي اللي جاي يسويه. يعني
هو يجوز يتفاخر بينا اهم شيء حلو، بس هذا انه نوع من اللبخ انا اعتبره، يعني البخنه حتى تصعد مشاهداته. اكيد انه 60% من متابعينك راح يكونون عراقيين، خصوصا اذا انت ما اعرف انت من هذا ولا، بس يعني ليش ما تطلعون انتو؟ يعني ليش تحمدون بينا؟ ليش ما نشوفكم تطلعون؟ دولتك ليش ما تطلع؟ ليش قادتك ما يحجون؟ شعبك ليش ما طلع؟ يعني ما اعرف. اذا مع احترامي ومحبتي للشعوب الخليجية، طبعا والله احبكم كلش، بس السؤال ليش ما طلعوا؟ ما شفنا الملايين او الاف طلعوا. فهل انتم ما اعرف انه ما تقدرون؟ اكو مشكلة تصير لكم؟ ما ندري. فهاي ما اعرف، يعني انا كعراقي شبعنا من اللبخ. يعني دائما احنا كنا نحارب على مود الخليج. قبل انه حاربنا على مود الخليج، وهم همين يطلعون وعاش العراق وهي الحرب العراقية الإيرانية وضحينا. اليوم احنا كعراقيين همين احنا عندنا استعداد نضحي على مود شعبنا في فلسطين. انه صح ماكو تكافؤ بيننا وبين امريكا وبين اسرائيل، بس نقدر عليه نسويه. ولكن وين انتو؟ يعني انت بس تجي انت حاليا، انا فهمته من الفيديو مالتك، انا ما اقدر ادخل بالنيات، ولكن انتو ما راح تسوون شيء. ليش تطلعون تحجون؟ ليش انت مو من حقك تحكي وتحمد بينا؟ تحرك انت، شيل علمك وانزل. اثوب لك انت، اثوب لك، لان احنا اوريدي طلعنا خلاص، احنا وصلنا رسالتنا، ما يحتاج شكر. احنا ما منتظرين شكر منك من حضرتك حتى تقول والله وكفو. انتم ما محتاجين كلمة الكفو. نريدكم انتم هم تصيرون ويانا كفو، ما اقصد الاهانة، والله انتم كفو، ولكن بالموقف هذا نريد الناس تصير كفو. ليش ما انت تطلع؟ ليش احنا نطلع؟ انا شو اسوي بفيديوك؟ يعني رحم الله والديك، شكرا احنا العراقيين، عفوا ضربت المايك، اساطير وابطال وطلعنا و5 مليون و6 مليون. انت اطلع ويانا حتى همين احنا نقول لك انت كفو وانت تقول لنا كفو. لو 60% من العراقيين، يعني انت على موتهم بس، يعني متابعينك عمود المشاهدات. اللي بعده. שלום לך חליפה. מה שלומך? شنو؟ בסדר גמור, מאיפה אתה יודע עברית? למדתי בזום, אונליין אדוני. אתה מוכשר מאוד. קודם כל אני רוצה לברך אותך כנציג ממשלת איחוד האמירויות, ונציג נאמן של השייח מוחמד בן זאיד, מנהיג גדול, על התרומה שלך לשלום. זה שלום היסטורי, אמרתי, זה לא רק בין מנהיגים, זה בין העמים, אתה מבטא את זה תרתי משמע. אז באמת מברוק ותודה רבה לך. תודה רבה לכל היהודים והישראלים באיחוד האמירויות. هو هذا الكلام اللي حاولت اوصله للفيديو اللي قبله. يعني طلعوا او لا تطلعون، بس لا تطبعون. يعني لا تطبعون. والله ما اقصد الاهانه لاي شعب عربي. ادري الشعوب هي متعاطفه، وادري حجم الضغط اللي صاير على كثير من البلدان، خصوصا بمنطقه الخليج. اكو ناس ما تقدر تسوي الشيء، يعني مغلوبه على امرها، وجوز لهذا السبب يتعاطفون ويا الشعوب تطلع او يدعمون الشعوب تطلع، لان هم ما قادرين يسوون شيء. بس معقوله وصلنا لمرحله المواطن العربي في بعض البلدان مو من حقه حتى انه يتعاطف مع الفلسطينيين او الشعب الفلسطيني؟ عجيب عجيب. يعني احنا ما نمتلك، صح جوز تخاف الدول من الحروب، احنا ما نمتلك القوة اللي هم يمتلكوها، ولكن نقاتل كلاميا اقل شيء. يعني الكلام نوضح اليوم انه حق الشعب الفلسطيني بالحياة، يعني كلاميا فقط انه هذا الشعب عانى. يعني نبين للعالم، للمجتمع الدولي مأساة هذا الشعب. هذا اضعف شيء، يعني اضعف الايمان هو الكلام.
يعني صار حتى أضعف الإيمان صعب. إذا الهوان هذا إحنا وصلنا لمرحلة الهوان. مو إحنا أقصد، إحنا لا الحمد لله ما وصلنا لهذه المرحلة، بس البعض واصل لها مع الأسف.